السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وأخواني متابعي قناتي على اليوتيوب. وين ما كنتوا تكونوا إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب. معكم عبد الرحمن الحلبية. اليوم بدي أخبركم أول شي إنه أبو عبد الرحمن مرافقني بالطبخة من البداية، والله يستنى للنهاية بس معنا على نشي علقة. أنواع الكبة الحلبية طيبة كتير كتير وشهية. حاولت أوصفها بكلمات فنية، إيمان وصفت معي لا بفيديو ولا بغنية. في منا عدة أنواع ومن ضمنهم الكبة بسمائية. هالأكلة طيبة كتير كتير ومن جد جدودها أصلها حلبية. إيه ام عبد الرحمن، ايش بك؟ ايش قصتك؟ مفكرة ما حدا غيرك بيعرف يحكي سجع؟ وانا بحكي سجع كمان. إيه حاجة تحكي كتير كتير وادخلي لي فورا على المقادير. وهلا مثل ما طلب أبو عبد الرحمن بدنا نروح على المقادير. عندي التركيبيات اللحمة لازم تكون مدهنة حصرا، وطبعا أنا حاطة فيها موزات اللي بده، وحاطة عصعوص كمان. اللي بده يحط موزات اللي ما بده يحطوا لي طبيعي من أساس بالموزات ما بيأثر. وعندي كريم بانجان. بانجان ها حلبية أحرية هيك تطلع، يعني بانجان مو باذنجان. وعندي حوالي 300 جرام سماق. أنا اللي عندي سماق ناعم، طبعا مغطيتهم هون بالصينية، ما عندي محل عنه أحط الغراب. فهذا هو نقاطه أنا ومظبطته وصفيته. والسماق اللي ما بيعرفوه موجود عندي هون بالعلبة، هذا هو السماق الخشن، بس طبعا هذا ما كان بيقضيني، لذلك استخدمت الناعم. كان عندي كمية منيحة لهالكمية الطبخة. وعندي بحتاج لدبس البندورة. دبس البندورة طبعا حاطة، أنا حاطة يعني نوعين، هذا دبس بندورة معنب وهذا دبس بندورة بيتوتي. ما بكفي كمان عندي الدبس البندورة البيتوتي، فاستعنا بشوي من المعلبات. وعندي راس توم. عندي راس توم طحنته. وبحتاج لمعلقة ونص من من النعناع. طبعا هلا بنشوفهم على طريقة التطبيق بنعود بنحكي فيهم. وكمان عندي برغل للكبة، 2 كيلو برغل نقعته وغسلته منيح. طبعا في شغلة هون لازم أقولكن، هي اللي بيكون عنده برغل ما منيح فيه هيك يعني طعمة أو ريحة، توسكه منيح قبل ما تنقعه أفضل مشان تروح منه هالريحة. وطبعا أنا حاطة فيها بصلة ونص، وحاطة رغيفين خبز. كل كيلو برغل بده رغيف خبز. أنا ما حطيت هبرة لأنه صراحة ما بستخدم الهبرة، هيك الطريقة هي كويسة وبتوفر مال. وطبعا في عندي هون شحمة هلا بنحكي فيها، هاي شغلة بدي أرجعكم فيها للأجداد والأمهات القديمات إن شاء الله. هاي الطريقة بطلت ما عاد حدا يعملها، هلا ما يشوفها وقت التحضير بنحكي فيها إن شاء الله. وهلا رح نطبق معكم السمائية. هلا رح أدوب الدبس البندورة مع السماق، هاي الكمية طبعا اللي حطيتها. وهلا بشوفها طبعا، وانتو كمان الشغلة نظرية، يعني ما بدها انه واحد اختراع مثلا أمضلة اختراع شغلة نظرية. بتشوفوا كل لونة مثلا لما بزبط معكم خلاص تابعوا، ما بزبط بتضيفوا ما بيأثر. وهلا رح ننزلها فوق اللحمات. طبعا في عالم بيسلقوا اللحمة بالأول بمي حلوة عادية، وبعدين بضيفوا لها السماق والدبس البندورة. هاي الشغلة ما لا بالعكس، هيك إذا انسلقت هيك أفضل. إذا انسلقت هيك بالسماق والدبس البندورة فورا بتكون أفضل، يعني اللحمة بتاخد من طعمة الدبس البندورة والسماق، وبتاخد من طعمة التوم، حتى التوم منضوفه يعني. طبعا أنا ضفتلها زيادة مي لأنه كانت قليلة، يعني يمكن حطيت شي حوالي تقريبا 6-7 تورة مي تقريبا. يعني هلا هي الشغلة كمان نظرية من عندكم، انتو شطار ما اشبكن شي ما شاء الله عليكم. هلا راح احط النعناع معلقة ونص، ومعلقتين ما بيأثر كمان، طيب النعناع فيها. وهلا راح احط لها
الليمون، عفوا مو الليمون، الكمون، عفوا مو الكمون، كمان الثوم. بحط الحيض كمان مرة تانية. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا أبو عبد الرحمن عمال بيلبكني. ايش دخلني انا يا ام عبد الرحمن؟ والله ما حكيت يا جماعه، اشهدوا انتوا انا حكيت شيء؟ والله ما قلت لها شيء. وهلا راح أحط ملح، وهي راح أضيف شوية ملح طبعا مثل ما قلت. أحاول الربع معلقة يعني مو أكتر، لأنه عندي المي فرنجي فيها ملح. هو هو ام عبد الرحمن، ايش عم بتسوي؟ ايش شو هاي ميت فرنجي؟ العالم ما بيعرفوا ايش شو الميت فرنجي. قولي دبس بندوره او رب البندوره. هلا صرت احكي ها لانه صار في اخطاء. الظاهر بدها خلاص يعني تهلككم خيو بالمصطلحات الحلبيه. يلا هلا راح نحطها على النار. هلا انا اللي بدي احطها على النار. ام عبد الرحمن صارت تشغلني معه. لو مالي موجود هون مين بده يحط الطنجره على النار؟ انا اللي بدي احطها هلا. حسبي الله، ما في مشكله. وهلا هيك ظلت عنا السمائية، كشف لعنا طلع البخار على 1100. ما شاء الله. هلا طبعا لازم نوطي عليها النار، نهديها شوي، ونتركها تستوي على راحتها. وهي هي. هلا إن شاء الله بكمل الاستواء، بيطلع الدهن وبيطلع كل شي هيك بيصير مزبوط. وبنشوفكن إن شاء الله بالمرحلة الثانية. ام عبد الرحمن، الريحه، الريحه ذبحتني انا. انا بدي اكل هيك كانه. يصبر لك شوي أبو عبد الرحمن لتستوي، طول بالك. طيب امرك مثل ما بدك. يلا حاضر على راسي. طوايه ها، انتبهوا. وهلأ راح نحضر البرغل. راح نحط له شوية بهار، معلقة صغيرة بس. هذا نوع 700 ألف بهار. وشوية كمون كمان أقل من معلقة صغيرة بشوي. ومنحط له ملح معلقة أو معلقتين، أو معلقة كبيرة ما بيأثر. وهي كمان التانية معلقتين وملح حطينا للبرغل. وأنا هذا البرغل كنت نقعته ونشف عندي طبعا شوي، فلذلك عم بضيف له مي. وانتو بتشوفوا طبعا، بس تشوفوا انه منيح خلاص حاج ما بده مي. وهلا راح اروح اطحن البرغل على الماكينة، وارجع لكم ان شاء الله بعد ما انتهي مشان ما اسمعكم صوت الماكينة. طبعا هي بنطحنها وجين على الماكينة، على الناعمة طبعا، بكفية وزيادة. وهلا بنشوفكم بس نخلص طحن. ولا تنسوا تصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تنسونا كمان إذا عجبكم الفيديو تعملوا إعجاب للفيديو وتشاركوه بكل مكان وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. ونشوفكم إن شاء الله بالمرحلة التانية. وهلأ هيك بعد ما طحنت الكبة وظبطتها وانتهيت منها، صار هلأ بدنا ندعبلها دعابير كور صغار، كرات صغيرة. طبعا بعد ما نخلصها من الطحن على الماكينة والتين، منطلع عليها إذا لازمة مي منحطلها مي ومندعكها دعكة منيحة. وهذا لازم يصير قوامه، هيك لازم يصير قوامه. وهلا بدنا نحكي معكم عن، طبعا لازم تحطوا جنبكم صحن مي أو كاسة أو أي شي مشان بس تبلوا إيديكم وما تلزق على إيديكم الكبة. طبعا لازم نترك الكبة مغطاية مشان ما تنشف معنا. وهلا راح نروح معكم لطريقة الأمهات والجدات بالنسبة للشحمة. هاي الشغلة مثل ما ذكرت وقلتلكم من قبل إنه هاي الشغلة ما عاد حدا يساويها، وطبعا هاي اختيارية يعني اللي بده بيعملها واللي بده ما بيعملها. بنحطلها شوية ملح للشحمة، حبة صغيرة يعني ما بحاجة لكتير. وبنحطلها كمان 7 بهارات حبة صغيرة. يلا وإذا بدكن حبة فلفل بس ما بيأثر.
أي شي. أنا بستخدم السبع بهارات دائما. بنحركها شوي، نخلط مع السبع بهارات والملح، وهلأ بتشوفوا طريقة دعبلتها وشلون لازم تنحشى. طبعا هي حبة صغيرة ما رح يعني نكترها، حبة صغيرة شوي صغيرة بس. بهاي الطريقة هيك بنبل ايدينا مي، بنفتحها بهالشكل هاد، وبنحط فيها حبتين 3 بس مو أكتر. صاروا شي 10 حبات ما هي مشكلة. بنسكرها وبندعبلها، طبعا بنضغط عليها شوي مشان ما تطلع معنا الكبة هيك فيها يعني تجعيتات وأشياء هيك ما هي منيحة. طبعا عم بحاول أوصلكن هي بالمصطلح الحلبي نحن بنقولها تنبر، بتطلع هيك يعني سائلة بشكل كويس، بتكون مسؤولة صقر كويس. وهي وحدة تانية كمان رح نعملها معكم، رح أعملها عطول بحكي بالجمع. الله حي يا ام عبد الرحمن، ذكرتينا بالجدات والامهات. زمان ما اكلنا هالاكله. بنبل ايدينا مي وبنضغط عليها شوي طبعا مشان يكون مسؤولة منيح بشكل منيح. طبعا ما بنضغط عليها لحتى نعرف تطلع انه هم مدورة. هذا ما هو شكل، الشكل يعني 100% ما هو شرط تصير مدورة، يعني قدر الإمكان. وهي كمان وحدة عمال بعملها قدامكم، طريقتها سهلة جدا يعني. طبعا كمان بالنسبة للسلمائية اللي بيحب يساوي جنبها رز إذا ما راح يقدر يعمل الكبة، واللي بيحب يعمل جنبها برغل. أنا بالنسبة لي إذا بدي ما أساوي كبة بفضل أعمل البرغل. البرغل كتير طيب معه، حتى الفريكة والرز بتمشي معه. وهي كمان وحدة رابعة راح نعملها. هيك صارت تمام، وإن شاء الله بنشوفكم بالمرحلة التانية. والله هيك بتكون اللحمة استوت معنا مزبوط مزبوط. طبعا أخدت معنا حوالي ساعتين، ساعتين ونص. وهاي حصرا الموزة، شوفولي شلون هيك مهترية وعلى الآخر. أبو عبد الرحمن صار يتلمض. عبد الرحمن اعطيني شوفه. بسم الله. اقسم بالله طيبه، كتير 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 طيبه. وهلأ رح ننزل الباذنجان. طبعا فرمناه بهالشكل هذا. لازم تكون الحبة فيها سماكة شوي وكبيرة شوي، يعني قد هي أصغر شوي ما بيأثر لأنه هذا بيدوب. وهي شغلة ما حكينا عنها بالبداية، طبعا مشان تتابعوا الفيديو للآخر. المفروض إنه الباذنجان ما ينزل إلا لبين ما تستوي اللحمة على الآخر. وبينزل الباذنجان بضل عنا حوالي تقريبا 10 دقايق لربع ساعة الباذنجان لحتى يستوي. لذلك ما بننزله للآخر، لأنه إذا نزلناه بالأول أو قبل ما تستوي اللحمة منيح بيعودوا بيدوب نهائيا، ما بيضل طعم للأكلة. وعلى فكرة عن جد هاي الأكلة كتير كتير لذيذة بالباذنجان، يعني بيعطيها طعم شي فخامة جدا جدا. أنا طبعا ما عمال بحكي هذا الكلام للنسوان الحلبية، لأنه كليات اللي بيعرفوا هالطبخة بشكل كتير كويس إلا القليلات منهم. مثلا نوادر هدول اللي ما بيعرفوا هالأكلات هاي. آه، لكن اللي ما بيعرفوه لذلك عمال بحكي وبفصل هذا التفصيل.
طبعا بننزل الباذنجان وما بنحركه. الأفضل طبعا إذا تحرك ما بيأثر، بس الأفضل ما يتحرك، يتكبس هيك تكبيس. مشان إيش؟ مشان اللحمة بتكون مهترية ودايبة، شي ما تتنتف وتخيط معكن. وفرمة الباذنجان بتضل محافظة طبعا على حالها إذا ما تحركت. وهلا بنشوفكن إن شاء الله بالمرحلة التانية. وهلا هيك بعد ما استوت معنا السمائية ورجعنا لكم نفرجيكم هي وتشوفوها معنا. وهلا رح نطفي عليها النار. وهي الباذنجانة هيك استوت 100%. هلا هيك طفينا عنا وراح نروح لحتى نسلق الكبة. وهلا بنشوفكم بطريقة سلق الكبة. وهلا هيك طبعا أخوكم أبو عبد الرحمن طبعا أنا اللي شلتها عن النار، وهذا هو لونها النهائي. وهلا إن شاء الله بنسلق الكبة وبنكون معكم بسلق الكبة. وإن شاء الله كمان بنشوفكم بالنهاية. وهي الكبة مدعبلة وجاهزة. هلا رح نسلق. وهلا حطينا المي على الغاز وراح ننزل عليها معلقة ملح، معلقة طعام عادية، طبعا ما بتكون معرمة، عادية. وهلا رح نجيب الكبة ونغطسها بقلب المي الباردة، عفوا الغالية. وهلا رح ننزل الكبة شوي شوي، طبعا بننزلها مشان ما نطرش على حالنا المي غالية. انتبهوا للعربية، الله يحميكم ويحمينا ويحمي الجميع يا رب. وهي طبعا بنتركها شوي، يعني بتغلي لغليتين وبس، ما بدها كتير. طبعا هاي الأكلة الكندبس المائية بدها شغل وما بدها شغل. بالنسبة للطبخة الأساسية اللحمة والباذنجان وكله، يعني هذا ما بياخد كتير وقت لأنه ما بده شغل. بتحطي هاللحمة على النار بتنسلق، بعدين بتنزلي عليها الباذنجان وبيكمل سوى معها يعني. بس الشغل وين؟ الشغل بالكبة. هون هي المشبه، الشغل بالكبة بدها وقت كتير لتتدعبل وتنفرم على الماكينة. وهلأ هيك ضلت عندي الكبة، رح أشيلها وأحطها بالمصفاية أصفيها بهالطريقة. هاي بصفيها وبعدين بفتحها بشيل صينية. وهلا هيك بعد ما صفيتها وخليتها تصفي شوي من المي، رح أنقلها طبعا. هاي الكبة يعني شايفين فيها الحشوة. هلا رح أفضيها بشي صحن أو بشي شغلة، صينية بصحن بش ما بدكن. وهلا هيك خلصنا إن شاء الله. بنرجع معكم بس نكون خالصين ونتيين، نرجع معكم بطريقة التقديم. وهلا هيك صارت عنا الكبة المائية جاهزة وسكبناها. وراح هلا أبو عبد الرحمن يدوق ويقولكن على رأيه. والله يا ام عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن خلاص ماله يعني. الوضع منتهي. ايش بدك بهالقصة هاي؟ هلا هيك هاد دقيقة شوي ام عبد الرحمن، دقيقة. هاد شكل السمائية تمام التمام ان شاء الله. وهلا راح ادوقها واقولكن عن رأيي بصراحة. حطيلنا كبيتين بس ام عبد الرحمن، شكرا لك. حاج بكفوا هدول، بس اعطيني شوية هيك من هدول. بسم الله، يا سلام، بسم الله. طبعا هي اللحمة مثل ما انكم شايفين مستوية على الخالص، منتهية. ها يا دوب يعني عمال بحط المعلقة. بسم الله. هي نشيل معها هيك كبة وباذنجان ولحمة.
حطينا فلفل يا ام عبد الرحمن. بسم الله. الله اكبر، الفلفل حده. لا الله اكبر، طبعا الطبخه كتير 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 رائعه وممتازه، وطبعا من اللون مبين عليكم، وبتوقع ما بقي حدا يعني يجهل هالامور هاي. من لون الطبخه مبينه ممتازه، واللحمه مستويه تمام التمام. طلعوا لي هيك. هدول الموزات على فكره يعني ما طلعوا معنا مع العظمات، فصلوا العظمات عنهم. خليني ادوق هاي. ما شاء الله. وهاي الكباية، الله فرطت ريقي. يا لطيف. هاي الكباية طبعا قسمناها. فرجيني لاشوف من عبد الرحمن. خلاص بعدين لا تدوقي انت، ما شغلتك هالشغله هي. هي اختصاصي. بسم الله. أنا شايفة إذا الطبخة ناهش. اي والله. طبعا يا جماعة هاي الأكلة عن جد عن جد نصيحة، كتير 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 نصيحة وجيدة جدا. طبعا على الأغلب هاي بتنعمل بالمناسبات، عنا كانت بحلب مثل الأعياد، مثل العزايم، الولائم، أكلة عزائم وولائم وأفراح يعني، وليالي ملاح. وحتى بالنسبة للإنسان اللي نحيف وحابب إنه يسمن، صح، ياكل سماقية، بس شرط ياكل معها هي، لأنه هي بتفتح النفس على الأكل. بكون بياكل نص كيلو بياكل كيلو. وهلأ راح نروح طبعا نودعكم ونروح ناكل هالأكلات الطيبة إن شاء الله. وإن شاء الله الكل الله بيرزقهم وبياكلوا وبينبسطوا، وإن شاء الله بتكونوا بألف صحة وألف خير وبركة من الله عز وجل. جربوها طبعا بهي الطريقة، وإذا عجبتكم لا تنسوا تعملوا إعجاب للفيديو وتشاركوه على أوسع مجال ليوصل لجميع الناس، لأكثر عدد من الناس. واشتركوا بالقناة اللي ما هو مشترك إذا سمحتوا. يعني هي طبخة على فكرة يعني ام عبد الرحمن كتير كتير تعبت فيها، تستاهل يعني مشتركين جدد إن شاء الله. بارك الله فيكم اللي اشترك واللي ما اشترك، طبعا بارك الله فيكم، والله يحفظكم يا رب جميعا. ولا تنسوا المشتركين الجدد يفعلوا زر الجرس ليوصلون كل جديد من عنا. ولا تنسوا بالنهاية ذكر الله عز وجل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بستودعكم الله اللي ما بتضيع أماناته ولا بتضيع ودائعه. وبنشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.